الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعد ليستوصفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة استوصفكم معتدل المسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الحمد لله السماوات والأرض الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد من السماوات والأرض ومن المستمع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عدين ولا يشرك من تبارك ربنا فلك الحمد صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر رافع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني وعدني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى تعز الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله Subhanallah karim di mana badan. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari kalimat thayyibah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un illa bainahu wa bainallahi hijabun illa qaulu la ilaha illallah wa du'a'al walid. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiada sesuatu pun kecuali antara itu dengan tiada sesuatu pun yang menghalangi seseorang dengan Allah. Tiada sesuatu pun kecuali antara ia dengan Allah ada hijab, melainkan ucapan la ilaha illallah dan doa seorang ayah untuk anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiada sesuatu pun kecuali antara itu dengan Allah ada hijab, melainkan ucapan la ilaha illallah dan doa seorang orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Faedah tanpa hijab maksudnya adalah segala sesuatu dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memakan waktu lama. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya sampai kepada Allah sehingga langsung kepada Allah. Tertulis sebuah kisah mengenai seorang raja kafir yang sangat kejam dan penuh ambisi. Kebetulan ia mengalami kekalahan dalam pertempuran sehingga tertawan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ingin menghukumnya sebagai balas dendam atas penderitaan yang telah ia berikan. Maka ia dimasukkan ke dalam sebuah kuali besar berisi air yang mendidih. Pada mulanya ia menyebut dan memohon bantuan kepada berhala, tetapi ketika ia merasa hal itu tidak dapat menolongnya, ia langsung memeluk Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan seperti ini, keikhlasan dan semangatnya membaca kalimat ini jelas sekali sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung mengirim bantuannya.
maka turunlah hujan yang sangat deras sehingga memadamkan kobaran api, dan periuk untuk merebus air itu pun menjadi dingin. Lalu datanglah angin topan besar yang menerbangkan raja sehingga ia terdampar di sebuah kota yang penduduknya masih kafir. Raja masih menyebut kalimat tersebut dan orang-orang berkumpul di sekitarnya dengan rasa takjub. Ketika mereka menanyai raja, maka diceritakanlah seluruh peristiwa itu sehingga semua penduduk kota itu masuk Islam. Hadis berikutnya, an Itban bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'afi 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi illa khurrim 'alan nar. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan datang seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata karena Allah pada hari kiamat kecuali akan diharamkan baginya neraka. Diulangi dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan datang seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata karena Allah pada hari kiamat kecuali ia nanti akan diharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Bukhari. Faidah, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, api neraka diharamkan baginya. Menurut kaidah zahir masih ada ketentuan lain, yaitu dengan catatan ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa yang mampu menahannya? Sebuah hadis menyatakan bahwa pada hari kiamat Allah berkata kepada seseorang, kamu telah berbuat dosa ini dan itu. Setelah disebutkan dosa-dosanya, orang itu merasa dirinya pasti akan binasa karena dosa-dosanya. Namun Allah SWT berfirman, ketika di dunia aku menutupimu, maka hari ini pun aku akan menutupimu. Aku mengampuni dosa-dosamu. Banyak sekali hadis yang bernada demikian, sehingga tidak heran jika ahli zikir pun akan diperlakukan seperti itu. Nama Allah penuh dengan keberkahan, maka bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan bosan dalam membacanya. Betapa beruntung orang yang memahami keberkahan kalimat suci ini sehingga ia menghabiskan umurnya untuk membacanya. Alhamdulillah, kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari kalimat thayyibah. Insyaallah pendengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك كريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أمة برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا الصبر وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nah lupa